عمرك سمعت قبل كده عن دوري سيد عبد النعيم النسخة الإسبانية؟ تعال احكي لك القصة من أولها. الحكاية بتبتدي لما برشلونة والريال كانوا بيتنافسوا على الدوري طول الموسم، والاتنين قدروا يجمعوا نفس عدد النقط. وفي الجولة اللي قبل الأخيرة الريال بيتعادل مع ريال ساراكوستا، ويبقى البارسا عنده فرصة إنه يتصدر الدوري قدام إسبانيول. وفعلا الدنيا كانت ماشية كويس مع البارسا، وكان كسبان 2-1. بس في آخر دقيقة إسبانيول بيجيب التعادل وبيصدم كل جماهير الكامب نو، وبيخلي الإثارة مستمرة لآخر جولة. وفي الجولة الأخيرة الفريقين كانوا داخلين ب 74 نقطة لكل واحد منهم. وساعتها البارسا كان لازم يكسب والريال يتعثر باي شكل من الاشكال عشان برشلونه ياخد الدوري. وقدر ساعتها برشلونه يكسب ماتشه اللي كان سهل جدا قدام خيميناستيك، وبقت الامال كلها على مايوركا انه يعثر الريال بتعادل حتى. وبيجي ماتش الريال اللي مع اول ربع ساعه مايوركا بيجيب الاول، ومعاها بيفرح كل جماهير برشلونه، والصمت بيخيم على كل مدرجات مدريد. وبيخلص الشوط الاول 1-0 في سيناريو عظيم للبارسا وكارثي للميرينجي اللي مطلوب منه انه يفوق يا اما الدنيا هتخرب عليه. وبيفضل الماتش 1-0 لحد الدقيقه 66. ساعتها بيقرر كابيلو ينزل خوسيريس مكان بيكهام في تبديله غريبه جدا منه. بس المفاجاه ان ريس جاب التعادل بعد نزوله بدقيقتين ورجع ريال من تاني في الجيم. بس برضه التعادل كان يخلي البارسا بطل الدوري، لكن بسيناريو قاسي على البارسا وعالمي للريال بيجيب مامادو ديارا تاني للميرينجي باسيست من البديل الذهبي خوسيريس اللي بيرجع وبيجيب التالت في الدقيقه 83 عشان يكسب الريال الماتش ويحقق الدوري ال30 بفرق المواجهات المباشره عن برشلونه. ويتسمى دوري 2007 بدوري خوسيريس اللي نزل من على الدكه عشان يجيب الدوري للريال، ويحفر اسمه في تاريخ الملكي رغم فترته القصيره مع الفريق.